نقطة تانية وإن كان يعني مش وقتها أول، لكن طبعا يعني اعترافا بفضل الناس واعترافا بأن الواحد لما يعمل حاجة كويسة نشكره. إدارة جامعة عين شمس بصراحة ربنا ناس يعني طلعوا على مستوى المسؤولية، وأشكرهم شكرا جزيلا. خاصة رئيس الجامعة راجل محترم جدا، جه قابلنا في المعهد زي ما قلت قبل كده مع دراسات عليا للطفولة، وراجل لبى كل الطلبات اللي كانت موجودة، وراجل فعلا وقف وقفة قوية مع الحق. وقال ان هو هيبعت لنا نائب رئيس الجامعه لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبعت لنا الدكتور علي عبد العزيز ربنا يبارك له ويصلح حاله. الراجل جالنا وقعد معانا في المعهد قعده مطوله، ورغم وقته يعني والتزاماته وكان مسافر تاني يوم، لكن بصراحه ربنا يعني لم ارى يعني منذ فتره طويله تفاهم بهذا المنظر، ولا حرص على ان الناس يعني يرضوا ربنا وان هم يتفقوا. يعني الاعلام بتاعنا الراجل اتفق معانا ان هو هيرجع للاقسام تاني يشوفوا احتياجاتهم وعلى حسب اللائحه الجديده. الحاجه الثانيه يشوفوا التخصصات ويوصفوا التخصصات مظبوط، وبعدين يبقى في الاختيارات موجوده من ما قالش رؤساء الاقسام ولا الوكيل، قال كل قسم يرشح لنا 2 هم يقوموا بلجنه الاختيار مع الدكتور علي عبد العزيز، ودي بادره طيبه جدا جدا جدا، ادت فرصه لناس كتير ان هم يعملوا. الراجل ده بصراحه ربنا قعد معانا وحسيت ان هو متفاهم ومع الحق، ربنا يبارك له. وانا بتقدم بالشكر الجزيل له ولرئيس الجامعه على الموقف المشرف، رغم ان الناس اللي هم كانوا نجحوا بالباطل كده من تحت لتحت فيهم يعني قرايب لشخصيات كبيره جدا، مش عايز اقول الشخصيات دي عامله ازاي، لكن شخصيات كبيره جدا، ومع ذلك برضو اشكر هذه الشخصيات لو ما تدخلوش وسابوا الامور تمشي بما يرضي الله. الناس يا جماعه بقى في ثوره، والمفروض ان احنا يعني ايه نطبق الاسلام على نفسنا ونطبق العدل على نفسنا، لان يعني لو ما كانش في عداله اجتماعيه، انا لو مش عيب حد يبقى ندس تحت رجلين بصراحه ربنا، هذا منطق مرفوض. وانا بتوجه بجزيل الشكر لاداره الجامعه عين شمس مره ثانيه، وان شاء الله منتظرين ان الاعلان يعاد بما يرضي الله.